ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب وفي افضل حال. في الفيديو ده هنعمل فيه مع بعض يعني طريقة الليزي كيك باسهل مما تتخيلي. حلو قوي، بسيطة، وكمان على قد الايد كده تقدري ان انت تعمليها في اي وقت. الكيكة دي مناسبة جدا للناس الكسولة اللي هي بتبقى مش لسه عايزة تعمل كيك بقى وتحط في الفرن وياخد وقت لما يستوي، وحاجات كتير كده بتحصل. لا، الكيكة دي هتوفر عليكي وقت وحاجات كتير جدا. الكيكة دي يعني انا بعملها كتير جدا لما ببقى صراحة مليش نفس اعمل حاجات فيها بيض وهقعد بقى اعمل كذا حاجة. لا، انا بستسهلها جدا وهي بسيطة وسهلة وسريعة، والمكونات بتاعتها تحسي ان هي سهلة كده. تابعي معايا الطريقة والخطوات. اول حاجة عندي كاكاو خام، وعندي كوباية من السكر، وعندي كمان حوالي 3 معالق كده من المكسرات او سوداني او اي حاجة او اي مكسرات انت حابة تضيفيها. بجيب اللي هو البسكويت السادة من السوبر ماركت، اي حاجة مدور بقى مربع زي ما تحبي. على قد حجم الصينية بتاعتك هتشوفي انت هتحتاجي بسكويت قد ايه. انا عندي تقريبا استخدمت حوالي 10 من الباكت الصغير ده، ومش فاكرة صراحة اسم البسكويت كان ايه، بس هو موجود في السوبر ماركت. بتقدري ان انتي بقى تفضيه كل الاكياس بتاعتك، وبعد كده بتبتدي ان انتي تكسريهم. يعني ايه مش تفرفتيهم، لا بتكسريهم ايه بايدك كده، انها تتكسر كل واحدة كده حوالي 3 حتت ولا حاجة. بعد ما ابتدي اكسرهم بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، يعني بكسر كل الكمية بتاعتي، وبعد كده ببتدي اجهز بقى ايه. تشريبة حلوة قوي هنعملها بيها علشان البسكويت بتاعنا يتماسك زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. بعد ما بخلص كل كمية البسكويت بتاعتي بجيب بقى حلة وابتدي اجهز. واقول لكم احنا هنعمل ايه بالكاكاو والحاجات دي. عايزه اقول لكم يعني هي الفكره كلها في مكونات بسيطه هتطلع معاكي كيك حلوه قوي وناجحه. يعني اي حد لو اول مره بيعملها هتظبط معاه. هنا كوبايه السكر حطيت عليها نص كوبايه من الكاكاو، وابتديت ان انا اقلبهم، بحطهم بقى على نار هاديه كده، وابتدي انزل بحوالي مثلا ايه يعني ربع كوبايه من الميه. يعني حاجه بسيطه كده، يعني ما بنزلش بالميه يعني مرة واحدة، لا بضيف شوية مية، وبعدين برجع اضيف تاني تدريجيا كده لغاية لما انا مش عايزاها خفيفة قوي، فعشان كده انا بضيف المية واحدة واحدة. وبضيف كمان حوالي معلقة من الفانيليا بتدي طعم حلو قوي. هنا انا حطيت خلاص كمية المية بتاعتي كافية جدا، ببتدي بقى ايه انزل بحوالي معلقتين كبار من الزبدة. مجرد ما القوام بتاع الكاكاو اللي انا عملته ده يعني تغلي، بقفل عليها. يعني اول ما توصل معاكي لدرجة الغليان دي بتقفلي عليها. بعد ما بقفل عليها طبعا بحتاج ان انا اسيبها تبرد تماما، يعني انا مش عايزاها سخنه قوي، يا دوب تبقى دافيه كده حاجه بسيطه. بنزل بقى بالمعلقتين بتوع المكسرات بتوعي على البسكويت، واول ما الصوص بتاعي يبرد ببتدي انزل بيه على البسكويت بتاعي. هنا انا بحتاج ان انا احضر عندي صينيه، ممكن يعني تشوفي بقى اي صينيه عندك مناسبه، مستطيله، مدوره، مربعه، زي ما تحبي. انا هنا عندي اللي هي الصينيه اللي بتتفك وبتتركب دي، بتتفتح. انا حطيت فيها ورق زبده، يعني ظبطتها كده بورق الزبده، وبعدين هبتدي احط المكونات بتاعتي كلها فيها. هنا انا هقلب الشوكولاته على البسكويت بتاعي، وهبتدي اجيب بقى من فوق وتحت كده اقلبهم كويس جدا. وطبعا بتفرق حجم البسكويت وحجم الكاكاو على حسب الكمية اللي انت عاملاها. انت ممكن تقدري تعملي كمية اقل من دي لو الصينية بتاعتك صغيرة او عاملاها في قالب صغير مثلا. هنا عندي انا قلبت الشوكولاتة بتاعتي على البسكويت، وبعد كده هبتدي بقى ايه اجيب الصينية اللي انا هحضر فيها، وهبتدي انزل بالمكونات بتاعتي كلها، البسكويت والشوكولاتة. يعني في الخطوة دي في حاجة مهمة جدا، ان انا لازم ابتدي ان انا اضغطها باي حاجة كده، او بسباتولا، او بمثلا كوباية او اي حاجة. هنا بقى ده صوص جناش كده انا عملته من فوق، بتعمليه بالكاكاو او بتعمليه بالشوكولاته. هنا انا عملته بالكاكاو، حطيت نص كوبايه من الكاكاو، وكمان نص كوبايه من السكر، وحوالي معلقتين من الزيت، ضربتهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده بحطهم على الوش. وطبعا لو عندك شوكولاته اللي هي بتبقى مكعبات دي، بتبتدي ان انتي تسيحيها على النار هاديه. هنا هبتدي اديلها كده شويه مكسرات كده، يعني من الاطراف تديني لمسه حلوه كده وشكل حلو يفتح النفس. وبعد كده هبتدي اسيبها في التلاجة بقى، يعني سيبيها زي ما تحبي، عايز تسيبيها ساعه، تسيبيها ساعتين. كل ما هتسيبيها اكتر كل ما هتتماسك وهيبقى طعمها احسن. عايزه اقول لكم هي بقى طعمها بيبقى في حته تانية خالص لما بتبات صراحه في التلاجة. طعمها بيظبط كده، وتحسي ان البسكويت كده اللي متكسر مع الشوكولاته، يعني تحسي ان هما
حبوا بعض كده واتعرفوا على بعض، فبيدينا طعم لذيذ جدا. هي بعد ما سبتها حوالي ساعتين وبتطلع معاكي بنفس الشكل اللي انت شفتيه ده، بتبقى تحسي ان هي من جوه كده متلخبطه، بس صراحه طعمها حلو قوي ومناسبه جدا لو عملتيها. لو جايلك ضيوف على السريع كده وعايزه تجهزيها وتحضريها في التلاجة عبال ما يوصلوا، هتبقى مناسبه جدا. وكمان مناسبه للناس اللي هي مش بتحب تقف كتير جدا في المطبخ، يعني عايزه اقولك دقايق بجد وهتكون جاهزه. حلوة قوي، بسيطة وسهلة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم والطريقة تكون سهلة يا رب عليكم. كنت معاكم ايمان زكريا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو